الناس فاكره احنا كنا محتاجين نعمل ايه قبل كده عشان نعمل ببلش للدرايف وركس بروجكت بتاعنا ان احنا نقدر نستخدمه على الويب. طبعا كنا بنعدل في الكونفيجريشن فايلز وبنحط بارامترز مانوالي، وكنا بنعمل شويه ترابل شوتنج كده عشان نتاكد ان الدرايف وركس بروجكت بتاعنا لما بنعمله على الويب بيبقى الكونكشن مظبوطه. دلوقتي مع درايف وركس فيرجن 23 الموضوع ده اتغير تماما وبقى اسهل واسرع بكتير جدا من الاول. حرفيا انت ممكن تعمل ببلش للدرايف وركس بروجكت بتاعك في خلال دقيقه او اقل. تعالى اوري لحضرتك دلوقتي الموضوع ده ستيب باي ستيب. زي ما حضرتك شايف احنا محتاجين نسال نفسنا ايه اللي انا محتاج ان انا اعمله عشان اعمل ببلش للدرايف وركس بروجكت بتاعي على الويب. اول حاجه انا عندي نقطتين. اول نقطه ان الكمبيوتر بتاعي ماست اكت از ويب سيرفر. النقطه الثانيه ان انا لازم الاقي طريقه ان الدرايف وركس بروجكت بتاعي اللي عندي على البي سي يسند اند ريسيف انفورميشن اوفر ذا ويب. تمام، هنمشي الكلام ده خطوه بخطوه. اول خطوه ازاي تخلي اللابتوب بتاعك اكت از ويب سيرفر. في عندنا فيتشر في الويندوز اسمها IIS، دي انترنت انفورميشن سيرفيسز، دي بيلت ان ويندوز فيتشر، دي اللي بتسمح ان البي سي بتاعك يهوست اند سيرف از ويب ابلكيشن. لما انت بتفعل IIS دي انت كانك بتقول للويندوز ان الماشين اللي انا بستخدمها دلوقتي allowed to function as a web server. تمام، يبقى انت اول حاجه لازم تفعل IIS ويندوز فيتشر عشان تاكت از ويب سيرفر. النقطه الثانيه ان احنا عايزين نقلل الكوميونيكيشن بين الويب والدرايف وركس بروجكت بتاعنا. عشان نهندل الموضوع ده ونهندل موضوع السندنج اند ريسيفنج اوف داتا احنا محتاجين طبعا يكون عندنا درايف وركس لايف ونسطب الانتجريشن سيم للجروب اللي احنا عايزين نعمل له ببلش. مفيش اكتر من كده. لما بنعمل الموضوع ده خلاص درايف وركس اوتوماتيكلي بيبروفايد الويب اي بي اي والكلاينت اس دي كي الفايلز يعني المناسبه لعمليه الكونكشن السند والريسيف دي، والبروجكت بتاعك خلاص بقى اكسسبل على الويب براوزر. لما بتعمل enable IIS وبتسلكت الانتجريشن سيم للجروب بتاعك خلاص بتعمل ستارت لللايف اوبن براوزر، بتلاقي البروجكت بتاعك بقى اكسسبل على الويب بدون اي مشاكل. مفيش مانوال كونفيجريشن فايل اديتس، مفيش كومبليكيتد نتورك سيت اب، تعمل بس ستارت لللايف واوبن براوزر عشان تشوف البروجكت بتاعك اون ذا ويب. طيب تعالوا نمشي خطوه خطوه في الموضوع ده. اول حاجه هدخل على الويندوز فيتشر. احنا قلنا اول حاجه ان احنا نتاكد ان IIS شغال، فحضرتك هتدخل تعمل سيرش على الويندوز فيتشر، تيرن ويندوز فيتشر اون اور اوف، وتتاكد ان الانترنت انفورميشن سيرفيسز دي اكتف انيبلد يعني، وتتاكد ان احنا عاملين للويب مانجمنت تولز والورلد وايد ويب سيرفيسز تعمل لهم انيبل، وكده انت عملت انيبل للIIS. دي كده اول خطوه. الخطوه الثانيه زي ما قلت لحضرتك ان انت يكون عندك درايف وركس لايف، فاحنا هنا هندخل على درايف وركس ادمنستريتور. خلينا اوريك البروجكت اللي احنا عايزين نعمله. ده البروجكت اللي احنا عايزين نعمله وعايزين نخليه ببلشد على الويب. طبعا زي ما انت شايف البروجكت ده سموث، يعني مثال كويس جدا ان احنا نستخدمه على اللايف. وبعد كده هندخل على الدرايف وركس لايف. خلينا ندخل على الدرايف وركس لايف. تمام، هعمل اوبن لنفس الجروب وبعد كده هدخل على IIS. هتاكد ان IIS ويندو بالشكل ده، لان لو ظهر لك ان انت عندك اي warning او اي مشكله بان IIS مش متسطب بيظهر لك هنا warning مسج بتقول لك ان والله حاليا انت مش مفعل الفيتشر دي ففعلها الاول في الويندوز. ما دام اتفعلت بيظهر عندك الويندو بالشكل ده. هندخل بعد كده على اللايف ونعمل على السيم انتجريشن سيم وندوس نيكست، وبعد كده بنعمل براوز للمكان اللي فيه الجروب بتاعنا ونعمل فينيش. خلاص كده احنا سطبنا الفايلز اللي احنا محتاجين نسطبها، وبعد كده حضرتك بتعمل ستارت واوبن براوزر. زي ما انت شايف الموضوع ببساطه شديده جدا ظهر معاك الويب براوزر. خلينا ندوس ادمن بدون باسورد ونعمل لوجن. زي ما انت شايف البروجكت بقى موجود معانا وكل الفيتشرز اللي احنا استخدمناها قبل كده. الموضوع بقى بسيط جدا في درايف وركس 23 ان انت تقدر تعمل ببلش للدرايف وركس بروجكت بتاعك على الويب. الموضوع فعلا ما كملش معايا دقيقه. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم النهارده. اشوفكم على خير. السلام عليكم.